السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وإنمي جديد. صراحة إنمي اليوم قصة مختلفة تماما عن الإنميات الباقية، لأنه يتحدث عن بنت حظها نحس صح وسيف حظه أنحس منها. خلونا نشوف وإيش بيحصل إذا اجتمع النحسين وإيش بيسووا. يلا نخش في المقطع. يبدأ الانمي مع سيف في عالم غريب، كان يسمع صوتا في مخيلته وهو يقول ان امامه مغامرات طويلة وعليه ان يجتازها. يستغرب السيف ويقول ماذا اتى بي الى هنا؟ لقد كنت بشريا وها انا اتجسد في هيئة سيف. يعرف السيف انه قد مات في عالمه وانه انتقل الى عالم اخر وقد تجسد في هذه الهيئة. يستكشف السيف مهاراته ويرى انه يستطيع ان يرى قوة الناس والمخلوقات من حوله، وانه يستطيع تحديد مستواهم القتالي، ويرى أن مستواه القتالي ما زال منخفض، فيقرر أن يكون أقوى سيف في العالم وأن يرفع من مستواه. في نفس الوقت تظهر فتاة قط في منطقة أخرى، وكانت ضعيفة جدا حيث أنها كانت عبدا لأحد المتسلطين، فكان يؤذيها ويتنمر عليها، فكانت تتمنى دائما أن تصبح قوية لكي تتحرر من هذه العبودية. يبدأ السيف مغامرته في هذا العالم العجيب ويبدأ باصطياد المخلوقات الغريبة، وفعلا يستطيع أن يرفع من مستواه وينتصر على الكثير من الوحوش خلال فترة زمنية بسيطة. وبعد هزيمته للكثير من الوحوش يستقر في منطقة ترابية سحرية، لكنه لم يكن يعرف ماهيتها، فقد كانت هذه التربة تمتص قوته، وبعد أن استقر فيها لم يستطيع التحرك من هذه التربة حتى مر شهرا كاملا على بقائه في التربة. نرجع إلى فتاة القط حيث كانت تقتاد إلى عربة بطريقة قاسية من قبل مالكها، لكنها تحاول أن تقاوم لكن بدون فائدة بسبب طوق حول رقبتها. يستمع لكل أوامر المالك ويقوم بتنفيذها. تصعد الفتاة إلى العربة مجبرة، وبينما هم في طريقهم إلى المدينة يهجم عليهم دب عملاق ذو رأسين، وأثناء هجومه قتل الكثير من العبيد، حيث أن مالك العبيد الظالم استخدمهم كدروع بشرية للنجاة من الدب. استسلم الكثير من العبيد لمصيرهم، لكن الفتاة رفضت هذه النهاية وقامت بأخذ قطعة خشب من الأرض وقامت بالهجوم على الدب، لكن الدب لم يتأثر مطلقا بضربتها وقام بقذف الفتاة بعيدا. تسمع الفتاة صوتا يأتي من خلفها ويقول لها استخدميني، وعندما تلتفت الفتاة لترى ماهية هذا الشيء فإذا به السيف الأسطوري الذي ظهر في بداية المسلسل. تذهب الفتاة إلى السيف مباشرة وتحاول أن تستله، وعندما تقوم بالتحدث إلى السيف فيعرف السيف أنها تستطيع سماعه عبر التخاطر، وبعد محاولات تستطيع الفتاة استلال السيف. يساعد السيف الأسطوري الفتاة على هزيمة الدب المتوحش حيث أعطاها من قوته، لكن بعد موت الدب يظهر مالك العبيد الملعون ويحاول أخذ السيف من الفتاة، لكن السيف يساعد الفتاة مجددا ويقوم بالهجوم على مالكها المتنمر، وكذلك يقوم بتفكيك القيود الخاصة بها. بعدها يطلب السيف من الفتاة أن تصبح مالكته، لكنه يخبرها أن هنالك مخاطرة في امتلاكه، فتوافق الفتاة أن تمتلك السيف وتقول أنها ستخاطر بحياتها لتحقيق أمنية والديها، وهي أن تتطور، حيث أنه لم يتمكن أي شخص من بني جنسها فعل ذلك، لكنها تريد أن تصبح الوحيدة التي تستطيع فعل هذا الشيء. وفي هذه اللحظة تخبر الفتاة السيف عن اسمها قبل أن تستعبد، وكان اسمها فران، وتقوم أيضا بتسمية السيف حيث أسمته بالمعلم. وهنا تبدأ مغامرة الفتاة والسيف في هذا العالم الغريب. تبدأ الحلقة الثانية من الانمي بينما كانت فران تقاتل الكثير من الغيلان، حيث أظهرت همة عالية في التعلم، فقد تعلمت الكثير من أساليب القتال، وكان السيف فخورا جدا بهذا. تستريح فران قليلا لكن حدسها يخبرها بشيء ما، فتتجه مباشرة إلى منطقة حيث كانت هناك عربة قد تم التقطع لها من قبل الغيلان، ولكنها تنقذ العربة ومن فيها في آخر لحظة. وكشكر لفران يطلب صاحب العربة أن يوصلها للمدينة مجانا، فتوافق فران، وبينما هم في طريقهم إلى المدينة يخبر صاحب العربة فران بشأن زيادة الوحوش في الدولة، وبما أنها استطاعت أن تهزم هذه الغيلان فلا بد أنها مغامرة من المستوى جيم. تستغرب فران وتقول له ماذا تعني مغامرة، فيخبرها أن بسبب زيادة الوحوش قد تم تصنيف الوحوش على حسب قوة تهديدها، وبسبب ذلك تم إنشاء وحدة عسكرية في الدولة خصيصا لمواجهة هذه
الوحوش، وقد تم تسميتهم بالمغامرين. وأخبرها أيضا أن المغامرين يصنفون على حسب قوتهم، وأقوى تصنيف للمغامرين هو تصنيف سي، وأشهر شخص يحمل هذا التصنيف هو شخص يدعى فرولوند من نقابة 100 سيف. فتنبهر فيران بهذه الفكرة وتقرر أن تصبح مغامرة. تستمر الرحلة وأخيرا تصل الفتاة إلى المدينة، وكانت وجهتها هي نقابة المغامرين للتقدم لاختبار المغامرة. بينما هم في طريقهم يتفاجأ السيف بوجود سيوف أقوى منه بكثير في المدينة، فتهبط عزيمته لكنه يستردها ويقرر أنه سيجتاز قوة هذه السيوف. تصل فران إلى نقابة المغامرين، وعندها تقابل السيدة نييل وهي موظفة الاستقبال في النقابة. تطلب فران أن تنضم لنقابة المغامرين، لكن السيدة نييل ترفض. وبعد إصرار شديد من فران توافق السيدة نييل على قبولها، ولكن عليها أن تجتاز اختبار قبل أن تحصل على بطاقة المغامرين. وكان اختبارها هو أن تهزم شخصا قويا يدعى دوناد درون. توافق فران على هذا القتال، وبعد قتال عنيف استطاعت الفتاة أخيرا أن تهزم دوناد درون. تظهر فران بعد ذلك في مكتب رئيس النقابة، وكان من فصيلة الإلف وكان يدعى كليمت. يستقبل السيد كليمت فران، لكنه يسألها عن سر قوتها التي استطاعت من خلالها أن تهزم دوناد درون، لكنها لم تخبره بسر السيف حتى بعد محاولات كثيرة، فيعرف أنها لن تخبره مهما حاول. بعد ذلك يقتادها إلى غرفة غريبة لكي يصدر لها بطاقة المغامرين الخاصة بها، ولكن قبل ذلك كان عليها اختيار تصنيف من بين عدة تصنيفات، لكنها تختار تصنيف السيف. وبعد ذلك أخيرا تحصل الفتاة على بطاقة المغامرين. بعد ذلك تعود فران إلى السيدة نييل في الاستقبال لكي تبيع أعضاء بعض الوحوش التي قامت باصطيادها، وقد باعت ذلك بقيمة 195 قطعة ذهبية، وهو مبلغ كبير جدا. وهنا جاء بعض المتقطعين لمهاجمة فران لأخذ المال منها، لكنها تدافع عن نفسها بدون استخدام السيف حتى. فتقع فران في وردة حيث أن السيف تكلم معها عن طريق التخاطر، ووقتها سمع رجل غامض لمخاطرتهما وعرف بأن السيف ذكي. وهنا تنتهي الحلقة الثانية من الانمي. تبدأ الحلقة الثالثة بينما كانت فران تبحث في المدينة عن متجر لشراء درع لها بعدما كسبت بعض المال، وبينما هي تتفحص بعض البضائع يأتي من خلفها رجل غريب ويمسك بكتفها. تلتفت فران لترى من هو ذلك الرجل، فإذا به الرجل الذي ظهر في نهاية الحلقة الثانية والذي كشف ماهية السيف، لكنها لا تعرف أنه قد عرف بالسر. ويقول لها الرجل أنه صانع دروع وأنه سيبيعها أحد دروعه، وطلب منها مرافقته إلى متجره. توافق فران على مرافقته، ولكنها لم تطمئن للرجل. تصل فران والرجل إلى موقع المتجر الخاص به، وهناك يعرفها الرجل عن نفسه وأن اسمه هو غاروس، ويقول لها أيضا أنه لا يبيع بضائعه إلا للناس المميزين، وأنه سيقوم ببيع الدرع لها لأنه رآها وهي تقاتل اللصوص في النقابة. يقوم ببيع الدرع لها، وفجأة يخبرها بأن السيف الخاص بها ذكي، وعندها تخاف فران، ولكنه يطمئنها ويخبرها بأنه لا يريد بها شرا، بل أخبرها بذلك لكي تحافظ على السيف، فتطمئن له فران والسيف. وبهذا تبدأ صداقتهما، حيث طلبت فران من السيد غاروس أن يصنع لها دروع خاصة مقابل بقايا بعض الوحوش. وقبل أن تغادر فران يخبرها السيد غاروس أن السيف الخاص بها يمكن أنه صنع من قبل حداد سماوي، لذلك يجب عليها المحافظة عليه. تغادر فران المتجر بعد أن اشترت الدرع، وبينما هي في طريقها إلى النزل تشتري بعض الأغراض. تصل فران إلى النزل، وعندما تصل تندهش كثيرا من الغرفة الخاصة بها، حيث أنها أول مرة تبيت في غرفة فاخرة مثل هذه. لكن السيف يقول لها لا تندهشي، فإنك ستعيشين في غرف مثل هذه إلى الأبد، وأني سأحميك إلى أن تتطوري. يأتي اليوم التالي، وعندها تخرج فران والسيف إلى الغابة لكي يصطادا، لكنهما يلاحظا نشاطا غريبا في منطقة ما في الغابة، فيهرعا إلى هذه المنطقة ليجد معركة كبيرة بين غيلان متطورة وبين 3 من المغامرين. تقوم فران بمعالجة المغامرين، وعندها يخبرونها أن الغيلان مستواها مرتفع، وأنه من الممكن أن ملك الغيلان يتواجد في تلك اللحظة، وهي لا تستطيع على مواجهته، لكنها ترفض الانسحاب وتخبرهم بأن يغادروا، وأنها ستقوم بمواجهة الغيلان بمفردها لكي تختبر قوتها. وهنا تبدأ معركة فران ضد جيش الغيلان الأقوى في المملكة، وهي لا تمتلك قوة تؤهلها لفعل ذلك. هل تنجو بحياتها بعد خوض هذه المغامرة؟ انتظروا الأجزاء القادمة لنعرف ذلك في رعاية الله.
look at ya. Tell me that you wanna be taken